السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ووضع لايك للفيديو بطبيعة الحال إذا أعجبكم. في خطوة غير مسبوقة، قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الاستعانة بطاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي سمير القزاز لإدارة المواجهة الحاسمة بين الاتحاد المونستيري والملعب التونسي في المباراة المقررة غدا السبت ضمن الجولة 28 من الدوري التونسي الممتاز. القرار جاء بعد تصاعد الاحتجاجات من الأندية المتنافسة على اللقب، والتي عبرت عن استيائها من أخطاء الحكام المحليين خلال الجولات الماضية. الأندية اعتبرت أن الأخطاء التحكيمية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات، ومن ثم على ترتيب الفرق في ظل المنافسة الشرسة بين الاتحاد المنستيري والترجي والنجم الساحلي والنادي الإفريقي. المباراة التي تجمع بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي هي واحدة من المباريات الحاسمة في الدوري التونسي هذا الموسم، خاصة مع قرب وصول المسابقة إلى مراحل النهائية. لذلك كان لابد من اتخاذ خطوة حاسمة لضمان الشفافية والنزاهة. القرار بهذا الطاقم التحكيمي المغربي ليس الأول من نوعه، لكنه يعكس حالة التوتر المتزايدة داخل المنظومة الكروية التونسية، ويؤكد أن الاتحاد التونسي بات أمام خيارين: إما تحسين أداء التحكيم المحلي أو اللجوء إلى الحكام الأجانب لتوفير بيئة تحكيمية أكثر عدلا. ولكن مشاهدينا الكرام، السؤال الذي يطرحه الجميع: هل ستكون هذه الخطوة هي الحل الجذري؟ وهل سيؤثر ذلك على مسار الدوري التونسي؟ وما رأيكم في هذه الخطوة؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ووضع لايك للفيديو بطبيعة الحال إذا أعجبكم. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.